بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ انا احمد الشورى. بعد ما اتكلمنا على الدعاية للوعي وللاوعي، تعالوا نشوف فعليا الكلام ده بيتطبق ازاي علينا. المجلة دي اسمها SFX، مجلة بتتكلم على الافلام والتلفزيون في امريكا. هنشوف انهم دايما بيحطوا شخصية من الشخصيات في وسط المجلة بحيث ان الكلمة تتقري سكس. بعد شوية غيروا الفونت بتاعهم بحيث ان حتى لو شالوا الشخصية اللي محطوطة في وسط المجلة برضو الكلمة تديك الإيحاء بسكس. زي ما احنا شايفين الاف بتتكتب بشكل زي اللي احنا متعودين عليه ليه، من غير اي منطق ولا معنى. الاف ما بتتكتبش بالطريقة دي بأي فونت. دي صورة من الصور اللي موجودة على الانترنت بكثرة. الصورة ديت بيشوفها اولادنا وبيتعاملوا معاها باستمرار. شايفين المكتوب في الورد بقى واضح؟ وزي ما ممكن استعمل حاجة زي كلمة سكس او صورة واحدة علشان احبب الناس في منتج، انا ممكن استعمل ده علشان احبب الناس في شخص. دي صورة ب50 روبية. الحكومة الانجليزية استعملت صورة ال50 روبية ديت عشان الناس كل ما تشوفها تحب الملكة بتاعتها. زي ما احنا شايفين كلمة سكس مكتوبة بأوراق الشجر. دي subliminal message. شايفين حاجة؟ بص كده على الكوباية بقت واضحة. اللي هو بيعمله هنا انه بيربط الخمرة بالجنس علشان الجنس حاجة محببة عند كل الناس. الجماعة بتوع كنتاكي عشان الهدف بتاعهم مش راجل ومش ست ومش طفل، انما كل دول مع بعض، شافوا الحاجة اللي كل الناس بتحبها اللي هي الفلوس وحطوها على اعلان ساندوتشهم. دي صورة من اعلانهم في التلفزيون الامريكي. ماكدونالدز من الشركات الرائدة في السبليمينال ادفرتايزنج او الدعاية للاوعي. هنشوف مع بعض دلوقتي كليب من برنامج انسايد اديشن اللي بيتعرض عندنا على الMBC 4، وهو بيتكلم على واحد ظبط الاعلان وبلغ عنه. ده اعلان غير قانوني زي ما قلنا في المرات اللي فاتت. اتفرجوا معايا. Iron Chef is one of the Food Network's biggest hits with its combination of cuisine and competition, but some are wondering if perhaps there was a subliminal ad, a flash of a commercial product seen on the show. Homeboy reports. Eagle-eyed viewer Eli Hodapp of Chicago was watching this Iron Chef America episode when he noticed this flash across the screen. Just for a second, it went red. Did you see it? When Eli slowed it down, frame by frame, it turned out to be this McDonald's logo, sandwiched in the Food Network show. I paused it, rewound it, and saw the McDonald's frame. It's there for just 1/30th of a second. Look at this McDonald's ad. بعد ما شفنا الاكل نشوف الحاجة الساقعة بقى. زي ما احنا شايفين لما نحط 2 كانز بيبسي فوق بعض برضو هنلاقي كلمة سكس. بيبسي مش لوحدها في الموضوع ده، كوكاكولا عندها حاجات زي كده كتير، بس خلونا نتكلم على حاجة معينة في اسم كوكاكولا. تعالوا نبص. لسبب انا لسه مش فاهمه لغاية دلوقتي ناس كتير ما تعرفش المعلومة ديت. كلمة كوكاكولا بالطريقة اللي هما بيكتبوها بيها على الازازة لما نبص لها في المراية هنلاقيها تدينا كلمتين بالعربي: لا محمد لا مكة. بص كده كويس واتفرج عليها بنفسك. دي علبة سجاير كامل من الشعار بتاعها المعروف الجمل. خلينا نبص عليها كويس كده. بص على اللي موجود جوه الجمل بقى واضح دلوقتي. اللي بيشرب السيجارة دي بيبقى راجل، ولو ست اللي هتشرب السيجارة ديت
هتبقى شايفة منظر عاجبها. اولا انا بعتذر عن السفالة اللي احنا بنشوفها ديت، انما مع الاسف لازم نشوفها عشان لما نشوف زيها نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل. بص كده على الصورة دي وبعدين بص على كل اتنين فيها. انا مش هعلق وهسيب الصورة تتكلم. اعلان تاني عاملاه نفس الشركة برضه. خلي بالنا ان اللوجو ده هو نفس اللوجو اللي كان موجود على الاعلان اللي فات. وبرضه مش هعلق وهسيبك تتفرج على الصورة. اعلان تالت برضه لنفس الشركة، عشان لو في اي حد في دماغه ان ده ممكن يكون صدفة يبقى مفيش احتمال. برضه مش هعلق، اتفرجوا على الصورة. حاجة يمكن بنشوفها في كل سوبر ماركت بندخله. يا ترى دلوقتي هنشوف فيها حاجة جديدة؟ طبعا نقدر نتأكد ان ده منتج لراجل. ايه هدفه من ان هو يشغل دماغي بالمنظر ده؟ زي ما قلنا في الاول وزي كل حاجة تانية، بيربط المنتج بتاعه بحاجة محببة عند الرجالة. اتمنى الصورة تكون بقت اوضح عندنا كلنا، واننا نبتدي نبص على كل حاجة بشكل كبير. اشوفكم على خير.